اكثر، فنسمعوا الحوار او التصريح اللي خديتي من عند يونس المنقاري الصباح، نسمعوا عليه مستمعينا الكرام ونرجعوا عند السي محمد القرده. الاستعدادات فهي عاديه بحال جميع المقابلات، كلشي كيعرف بان دخلنا من العصر اللي واحد التسعيه. الاستعدادات الحمد لله كانت واحد المستوى اللي كبير. بالنسبه للمقابله فهي مقابله اللي صعيبه، لازم لنا ان نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش يمكن لنا ان ندخلوا بواحد الالوات مرتفعه في المقابله اللي اكثر اهميه هي نصف نهائي ديال كاس العرب. نتمنى من الله ان نحققوا نتيجه ايجابيه باش يمكن لنا ان نواكبوا البطوله الوطنيه. ركزنا على الجانب البدني وكذلك التكتيكي. كان هذا يونس المنقاري لاعب فريق الوداد البيضاوي. كنجدد الترحاب بكم كل مستمع ديالنا الكرام، وكان كنجدد ايضا المعذره لكل مستمع ديالنا على انقطاع ديال الخط المتكرر، ونذكر بان فريق الوداد كما قلت يا المهدي فالاستعداد ديالو يتواصل للديربي المرتقب بدايه الاسبوع القادم يوم الثلاثاء، ديربي نصف نهائي كاس العرش لكره القدم. الديربي مثل المهدي فالبروفا اللي يمكن تسبق الديربي القياس مدى جاهزيه ديال اللاعبين، الاعداد البدني، اللياقه البدنيه بالنسبه اللي عانوا منه لاعبين ديال فريق الوداد، هو المباراه ديال اليوم غد في مواجهه نهضه بركان. نهضه بركان في شريط منافسه الجوله السادسه من بطوله القسمه الاول، واللي يحتضن الملعب الشرفي بمدينه وجده. فريق الوداد خد حصه اخر حصه تدريبيه اليوم صباحيه شراب جميع اللاعبين ديالو بما فيهم ايوب الخالقي اللي قلت اتصال لطبيب الفريق الدكتور العربي فاكد بان ايوب جاهز كامل الجاهزيه لخوض مباريات فريق الوداد البيضاوي. كيبقى فقط ضوء الاخضر المهدي لبدو الزكي واش يمكن الاشراك ديال الخالق انعدموا. يوسف رابح اخذ تدريب فريق كنعرفوا رابح كيعاني من تمزق على مستوى الفخذ، كان اللي تدرب مع مساعد مدرب بدو الزكي اللي هو رشيد الداودي. كيبقى النقطه اللي يمكن الاثاره ديالها هي ياسر رامي والاستمرار ديال المعاناه ديالو مع الاصابه. فريق الوداد قلت فبعد ما خدا الحصه التدريبيه الصباح اليوم صرح اللاعبين في انتظار باش يكون تجمع مساء اليوم بالمطار، مطار محمد الخامس، في رحله جويه غيقود ينطلق فريق الوداد في رحله غتقود من مطار محمد الخامس في اتجاه مطار وجده انقاد على الحلول بمدينه وجده، على امل المبيت هناك في انتظار خوض المباراه ديال يوم غد. دائما رهام واحد إذابة حاجز 6 ديال النقاط اللي كتفصلوا على المتصدر فريق الرجاء البيضاوي. كنعرفوا الوداد مازالوا مباراة مؤجلة أمام فريق شباب ربح الحسيمي. الغارم الرجاء عنده مباراة مع فريق النادي المكلاسي، والغاية دائما هي مواصلة المطاردة على مستوى الصدارة. من جهة أخرى مهدي فما نفوتوش في الفرصة دون إثارة والموضوع هو يوم الاثنين فكان اجتماع بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة عين دياب، اجتماع ديال فعاليات فريق الوداد البيضاوي بغاية واحدة هو تكتل الكل من اجل خدمه مصلحه فريق الوداد البيضاوي. كنعرفوا كانت بعض الانقسامات على مستوى جماهير ديال فريق الوداد البيضاوي، كان سوء تفاهم وتنازع ما بين فاصل ديال وينرز والسيبرا. فبعد النتيجه الايجابيه و3-0 مؤجل جوله 4 امام فريق النادي المكلاسي، الكل اكد وراهن بان فريق الوداد ما يمكن يدفع به الا الجمهور ديالو، وبالتالي الالتفاف حول مصلحه فريق الوداد البيضاوي. الاجتماع تم في اجواء اخويه، النهايه ديالو كانت بطريقه جميله جدا، في عناق حار، الصلح تم بين الفصيلين والعوده والالتفاف حول مصلحه ديال فريق الوداد البيضاوي. مجموعه من الجمعيات كانت حاضره في هذا الاجتماع، بجمعيه ديال البيت الاحمر، عشاق الوداد، جمعيه تواصل المدينه القديمه، جمعيه انصار وداد الامه، جمعيه محبي فريق الوداد، جمعيه احمر ابيض، الى جانب الوالد ديال جواد اقدر الراحل ولاعب ديال مؤخرا ديال فريق حسنيه اكادير. فقبل بدايه الاجتماع تم وقوف دقيقه صمت ترحما على روح الفقيد بحضور قلت الوالد ديالو، حضور بدو الزكي، حضور ايضا المساعد ديالو رشيد الداودي، رئيس فريق الوداد مجموعه من الفعاليات الاخرى. ويمكن كتبقى الكلمه اللي كان عندها الوقع الكبير هي الكلمه ديال قيدوم السيرين اللي هو بوبكر جدايم، كلمه مؤثره جدا وكان عندها الوقع الكبير. ايضا خلال الاجتماع فتم كان تطرق ماشي امر رسمي وانما التطرق حول تيفو يمكن يكون مفاجاه في الديربي بدايه الاسبوع القادم مع فريق الرجاء البيضاوي. يمكن تحضير التيفو يمكن تساهم فيه كل فصائل وجمعيات ديال فريق الوداد البيضاوي. اذا مهدي هذه هي الاخبار ديال فريق الوداد اللي قلت يرحل مساء اليوم الى مدينه وجده. وكنودع كل المستمعين ديالنا الكرام في اطلاله اخرى ان شاء الله على اخر اخبار تفاصيل ديال فريق الوداد البيضاوي. نذكر الوداد اليوم عنده مباراه او يوم غد مباراه الساعه الثالثه زوالا في مواجهه نهضه بركان الجوله السادسه في انتظار الديربي واصطدام المرتقب القوي في مواجهه الغريم فريق الرجاء يوم الثلاثاء القادم. كنودع كل المستمعين ديالنا الكرام الى اللقاء فرصه قادمه بحول الله.